السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الكيكه بالبرتقال، مع انها سهله جدا وبسيطه، بس ساعات كتيره مش بتظبط مع ناس، وفي ناس كتيره بتشتكي اللي هي مش بتعرف تظبطها. يعني النهارده هنعملها بطريقه سهله قوي وبسيطه، ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه هنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا على طول، نشوف المكونات بتاعتنا ايه اللي هتخلي الكيكه بتاعتنا مظبوطه معانا 100%. اول حاجه معايا 4 بيضات، وطبعا كل الحاجات اللي انا هستخدمها بدرجه حراره المطبخ، ما ينفعش نطلع الحاجه من التلاجة ونستخدمها على طول. بعد كده هكون مجهزة 4 من الفانيليا البودر. كل بضاية بضيف عليها كيس من الفانيليا بس. لو عندك طبعا الفانيليا السائلة هتستخدميها، بس انا بفضل اللي هي البودر عشان التانية بتغمق الكيكة شوية. تمام. بعد كده هننزل بالفانيليا زي ما قلت لكم، وهنشوف بقية المكونات اللي معايا هتكون عبارة عن ايه. هبتدي انزل كمان ببشر برتقانية. انا بشرت برتقانية وخدت القشر بتاعها بس، مش اكتر من كده. طبعا لو حابين تستخدموا عصير البرتقان هيكون حلو معاكم برضو، انا خدت القشر بس، بيدي طعم حلو واللون حلو قوي للكيكه. هنا معايا كوبايه الا ربع من السمنه والزيت، يعني نص زيت ربع سمنه، او العكس، ممكن نص سمنه وربع زيت زي طبعا ما تحبي. وكمان هنا هضيف كوبايتين من الحليب، طبعا ده احنا غاليينه قبل كده وسايباه يبرد خالص. يعني زي ما قلت لكم المكونات كلها بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش ولا ساقعه ولا سخنه، ما ينفعش نضيف حليب على المكونات بتاعتنا، يكون ساخن طبعا او ساقع قوي. هضيف كمان هنا كوبايتين من السكر، كوبايتين مليانين، ودي هتكون مظبوطه معاكي جدا. بتحبي بقى الحاجه مسكره قوي ممكن تضيفي ربع كوبايه كمان، بتحبي الحاجه دلع شويه هتقللي ربع كوبايه. المقادير اللي احنا هنستخدمها دي هتكون الكيكه معاكي سكرها مظبوط جدا. ضفت كمان معلقه واحده بس من الخل الابيض. هبتدي بقى اضرب المكونات بتاعتي دي كويس جدا في الخلاط زي ما انتم شايفين كله على بعضه، يعني ما ضربتش البيض الاول ولا اي حاجه. هنضرب كل المكونات مع بعضها. نيجي بقى للمكونات بتاعتنا الجافة، اللي هي الدقيق. معايا 3 كوبايات من الدقيق، مش هننزل بيهم كلهم مرة واحدة، يعني هنزل كده بحوالي كوبايتين ونص من الدقيق او 3 كوبايات الا ربع. وبعد كده لو الكيكة احتاجت معانا تاني هنزود طبعا حسب الدقيق وحسب نوع الدقيق بتاعنا. تمام. انا الكيكة بتاعتي احتاجت 3 كوبايات من الدقيق بالظبط، ما ضفتش اي حاجة تانية. رشة ملح بقى بسيطة خالص عليهم، وكمان معايا كيس من البودر. هضيف كمان كيس معايا من محسن الكيكه، وده برضو بيخلي الكيكه بتاعتنا حلوه جدا، ما فيهاش فراغات كتيره، وبيظبط الكيكه بتاعتنا جدا. يبقى احنا كده استخدمت كيس بودر وكمان كيس محسن الكيكه اللي احنا عارفينه، حسب بقى النوع اللي انت بتستخدميه. تمام. هنا بقى بعد ما ضربنا الخليط بتاعنا كويس جدا، اهم حاجه نضربه كويس جدا، دي المرحله مهمه جدا عشان الكيكه بتاعتك تظبط معاكي وتكون مظبوطه كده وهشه وحلوه. هنزل بقى بالخليط كده على الدقيق شويه بشويه، وبعد كده هنبتدي بالمضرب اليدوي نخلطهم كويس جدا مع بعض. تمام. وهنشوف القوام المناسب للكيكه بتاعتنا ايه. يبقى احنا هنا استخدمنا 4 بيضات، عليهم كوبايه الا ربع من السمنه والزيت، ضفت كمان 4 من الفانيليا البودر، وضفنا بشر برتقان، ضفت كمان عليهم معلقه من الخل، وكوبايتين سكر، وكوبايتين لبن. تمام كده. ضربت كل المكونات دي معايا في الخلاط، وبعد كده معايا 3 كوبايات من الدقيق، رشه بسيطه قوي من الملح، معايا كيس بودر وكيس محسن كيك. هنبتدي بقى نخلط كله زي ما انتم شايفين كده، ده القوام المناسب للكيكه بتاعتنا. واهم حاجه نضربها كويس جدا كده في الدقيق علشان كل الدقيق يختلط بالسائل اللي معايا وتكون مظبوطه، وهو ده القوام اللي احنا عايزينه. لو ما عندكيش بقى بشر برتقال وعايزه لون هيكون حلو برضو معاكي، ممكن تستخدمي معلقه كبيره كده من اللي هو تانك البرتقال، هتديكي برضو نفس النتيجه وهتكون حلوه. هدخلها بقى على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، هسيبها 35 دقيقه على درجة حرارة 180. وبعد ما نفصل النار عليها هنسيبها في الفرن 5 دقايق كمان، ما نطلعهاش على طول، سيبها تهدى كده 5 دقايق او 10 دقايق علشان تطلع معاكي مظبوطة جدا وهشة وهتكون بجد تحفة قوي. القوام بتاع الكيكه بتتحكمي فيه بحجم الصينيه، يعني لو انت عايزه الكيكه كمان تكون اعلى من كده اللي انت هتشوفيها معايا دلوقتي هتصغري الصينيه كمان. عايزاها السمك بتاعها رفيع هتوسعي الصينيه، هتكبري الصينيه بتاعتك شويه. تمام. بس دي الطريقه
بالمكونات سهله جدا وبسيطه، وهتكون ناجحه معاكي جدا، يعني عمرك ما هتبطلي تعمليها وعمرها ما هتبوظ منك تاني. جربي بقى الكيكه بتاعتي كده بالبرتقال، زي ما قلت لكم سهله جدا بسيطه، مش هتاخد معاكي بقى 5 دقايق وهتكون جاهزه. لزوم بقى ايه السهره الحلوه واللمه الحلوه كده بالليل. الجو الشتوي بيحب الحاجات دي طبعا زي ما احنا عارفين. وبكده نكون عملنا كيكة البرتقال بطريقة ناجحة جدا، واعتمديها بالمكونات بتاعتها دي، هتكون معاكي مظبوطة جدا، عمرها ما هتبوظ منك خالص. تمام. وطبعا دي كانت كمان لسه سخنة، لو سيبناها تهدى شوية هتكون احلى معانا. كل ما نسيب الكيكة تهدى شوية كل ما بتبان معانا جمالها. شايفين بقى اللون بتاعها عامل ازاي ما شاء الله، وقد ايه هي هشة من جوه. حلوة قوي، يا رب تجربوها وتعجبكم. ممكن بقى تقدموها بالشكل ده. انا كمان بحب كده اقدمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحب اقطعها كده طرنشات، وتعالوا نشوف مع بعض دلوقتي هنقطعها ازاي. بتكون حلوه طبعا، وكل واحد بياخد كده القطعه بتاعته، بتكون كده لذيذه وحلوه. وفي ناس يعني مش بتحبها تكون عاليه قوي، فبنقطعها لهم كده. ودي طريقه تقديم برضو تانية لو حابين تقدموها بالشكل ده، هتكون حلوة، او بالشكل التاني برضو هتكون حلوة، يعني الطريقة اللي انت تحبيها قدمي بيها. تعالوا بقى نشوف احنا هنقطعها ازاي. علشان تقطعي برضو الكيكة لازم تسيبيها تهدى شوية عشان تطلع معاكي حلوة ومظبوطة، يعني ما تتهرش منك. انا طبعا قطعتها يعني عشان اخلص الفيديو بعد ما طلعت على طول، يا دوبك بس زي ما قلت لكم سبتها 5 دقايق في الفرن، وبعد كده علشان نخلص الفيديو قطعتها معاكم زي ما انتم شايفين كده معايا بالطريقه دي، علشان اوريكم يعني طريقتين للتقديم. حابين بقى بالطريقه دي ماشي، او بالطريقه التانية الطريقه اللي تعجبك هتقدمي بيها. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا له لايك، ويا ريت تشاركوا الفيديوهات بتاعتي مع كل اصحابكم وحبايبكم عشان نساعد القناه توصل لناس كتيره جدا. فعلوا الجرس، اعملوا سبسكرايب للقناه علشان توصلكم كده الاشعارات بتاعتي على طول اول ما انزل الفيديوهات. ده كده كان الشكل الكيكه بتاعتنا، سهله وبسيطه، مكونات بسيطه جدا، بطريقه برضو مبسطه كده لاي بنوته حابه تعملها. هتطلع معاها ناجحه ان شاء الله. واهم حاجه زي ما قلت لكم تظبطي درجه الحراره بتاعتك على 180. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، هتوحشوني جدا. باي باي.